سكن سيدنا إبراهيم والسيدة سارة بعد أن رحلوا من مصر في فلسطين، وتقدم بهم العمر ولكن لم يرزقهم الله الولد، فأهدت السيدة سارة زوجها جاريتها السيدة هاجر ليتزوجها وينجب منها الولد. وبالفعل رزق الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم بولده إسماعيل من السيدة هاجر، وكان في عمر 86 سنة. وكعادة النساء الفطرية أحست السيدة سارة بالغيرة من السيدة هاجر، وبالأخص بعد ما أنجبت سيدنا إسماعيل عليه السلام. ولحكمة يعلمها الله أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يأخذ زوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل ويرحل من فلسطين إلى مكة. ووقتها كانت مكة وادي خالي ما فيهوش لا زرع ولا مية، وفي هذا المكان الموحش ترك سيدنا إبراهيم زوجته وابنه إسماعيل. وهذا كان الاختبار الأول لسيدنا إبراهيم عليه السلام في غلاوة ابنه إسماعيل، وهم بالرجوع إلى فلسطين. فصرخت السيدة هاجر واستغاثت بزوجها، ولكن سيدنا إبراهيم لم يلتفت لها. وقتها تنبهت السيدة هاجر للأمر وقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بذلك؟ فقال: بلى، يعني نعم أمرني بذلك. فقالت الزوجة الواثقة بالله: إذن لن يضيعنا. بالفعل هو شعار الحياة، إذا التزمت بأوامر الله فلن يضيعك أبدا. انتظرت الزوجة الصابرة وامتثلت لأمر الله سبحانه وتعالى، ثم مر الوقت سريعا عليها وعلى ولدها الرضيع إسماعيل عليه السلام، ولكن نفذ الزاد ونفذ الماء وجف حليبها، فقامت تبحث عن أحد تستنجد به، فصعدت إلى أقرب تل منها وهو الصفا، ولكنها لم تجد مغيث، فرأت جبل المروة فهرولت إليه في بطن الوادي، ولكنها أيضا لم تجد مغيث، فهرولت مرة أخرى إلى الصفا، واستمرت هكذا إلى أن أتمت 7 أشواط، وهم ال7 أشواط اللي احنا بنمشيهم في الحج تخليدا لهذا المجهود والتعب اللي واجهته السيدة هاجر، واللي بيعبر عن رحمة الأم بولدها. أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل عليه السلام بأن يضرب الأرض تحت رجل سيدنا إسماعيل الطفل الرضيع، فشافت السيدة هاجر إن في مية بتنبع من تحت رجلين سيدنا إسماعيل، فبدأت تحوط عليه بالتراب من كل اتجاه وهي بتقول: زم زم، ولذلك سميت زمزم. وكما قال عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا، يعني لأصبحت ماء ظاهرا على وجه الأرض كبحيرة كبيرة.